أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. لو بتدوري على أفكار لمنيو أسبوعي اقتصادي يناسب ميزانيتك ويوفر من وقتك ومجهودك فأنت في المكان الصح. دايما السؤال المحير بتاعك كل يوم هناكل ايه، والرد بيكون أي حاجة. يعني ايه أي حاجة؟ تابعي معايا الفيديو للآخر وخدي مني أفكار موفرة وحاجات ووجبات لذيذة، واكتشفي معايا ازاي تحضري منيو كامل يكفيكي أسبوع ويوفر عليكِ حيرة كل يوم. لو أول مرة تشوفوني أنا جيجي، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي أنا بنزلها، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده. ويلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي بالمكرونة البشاميل من الأكلات الجميلة اللي بتزين سفر العزومات وسفر رمضان. أول حاجة هنجهز العصا. أنا باحب أبتدي بتشويح اللحمة المفرومة الأول، بتدي طعم حلو، وباشوحها كويس على نار عالية بحيث إن هي ما تنزلش منها أي سوايل وتتشوح معايا كويس. هافضل أقلب فيها كده لغاية لونها ما يتغير وتبقى لونها رمادي خالص وكده، تبقى بالشكل ده. هتفضلي تقلبي فيها لغاية ما تبقى بالشكل ده. هنا خلاص جاهزة معايا. هاكون مجهزة معايا بصلتين حجم وسط هاضيفهم على اللحمة المفرومة. أنا باحب أزود كمية البصل شوية علشان يديها طعم حلو ومسكر. هافضل أقلب البصل لغاية ما يختفي ويتشوح معايا كويس ولونه يبقى شفاف. شايفين اختفى ازاي؟ هنا بقى هجهز التوابل بتاعتي: ورقة لورا واتنين حبهان وكام كورة من الكوبيبة الصيني. الحاجات دي بتدي طعم حلو. ومعايا واحدة طماطم متقطعة مكعبات صغيرة أو مبشورة، بتدي طعم حلو قوي. وكمان الطماطم دي لما بتستوى مش بتبان خالص. وهكون مجهزة معايا واحدة فلفل حامي مقطعاها صغير، وواحدة فلفل بارد متقطعة صغير. الحاجات دي بتعلّي التيست وبتدّي طعم جميل أوي للعصاج، وبيبقى طعمه مميز مختلف جدًا عن أي حاجة عملتيها قبل كده. جرّبي بس وقولي لي، ويالّا روحي اعملي لايك للفيديو ده بسرعة. أنا باحب العصاج يبقى لونه أحمر، هاضيف معلقتين من الصلصة الجاهزة علشان تضبط معايا اللون، ومعلقة صغيرة من توابل اللحمة، وفلفل أسمر وملح. أنا مش باحط توابل، التوابل والبهارات الكتير بتغيّر من الطعم الأصلي للحاجة، فأنا باحط الحاجات دي بس. وهاقلّب كل المكونات دي كويس خالص، وهازوّدها شوية مَيّة صغيرين، وهاسيبها بقى تستوى براحتها على جنب لغاية ما نروح نجهّز المكرونة. حلة على النار فيها مَيّة بتغلي وفيها معلقة من الملح الصغيرة ورشة زيت. هاضيف المكرونة. أنا باسلق المكرونة هنا 3/4 سوا علشان لسه هتدخل الفرن، فما تتهريش مننا، بلاش نسلقها جامد وتبقى متماسكة كده مستوية وفي نفس الوقت متماسكة. هاقلّبها كويس علشان أفكها من بعضها لإنها بتكون لازقة شوية، فلازم نقلّبها أول ما ننزّلها في المَيّة على طول عشان شكلها يبقى كده بعد السلق. شايفين ما شاء الله مستوية وفي نفس الوقت متماسكة. المكرونة دي باصفّيها كويس وباغسلها تحت الحنفية بمَيّة فترة واسيبها على جنب تتصفّى كويس. يالّا نجهّز حلة على النار هانزل ب6 معالق من الزبدة على السمنة البلدي ومعلقة زيت. الميكس ده جميل جدًا، جرّبوه. الزبدة تدوب وتسيح مني كويس وتسخن معايا، هاضيف 6 معالق من الدقيق. عدد الدقيق لازم يكون نفس عدد المادة الدهنية علشان يبقى مضبوط معانا. هاقلّب الدقيق كويس في السمنة عشان يتحمّر معايا كويس، وأول ما ألاقي شكله كده بدأ يغلي ويعمل فقاعات معايا ويغلي كده، خلاص هو استوى. شايفين سُمك الدقيق كريمي معايا ومش مكلكع، كده المادة الدهنية مضبوطة مع الدقيق. إنما لو حسيتِ إن هو ناشف فزوّدي بقى سمنة أو زيت، لازم يبقى قوامه معاكِ كده، فكده خلاص. هاجهّز بقى اللبن علشان أضيف الحليب أو اللبن، لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة أو ساقع شوية بسيط، مش ما ينفعش يبقى سخن خالص، لو مغلي هيكلكع معاكِ بسرعة. إنما لازم يبقى يعني حرارته متوسطة، ما يبقاش سخن وما يبقاش ساقع أوي. هاقلّب بسرعة خالص لغاية ما يتقل معايا
وبعدين أنا باضيف حاجات بتزوّد نكهات حلوة جدًا وبتدّي طعم حلو أوي للبشاميل، ممكن طبعًا تستغني عنها، ويا ريت تقولوا لي في الكومنتات إيه الحاجات الحلوة اللي أنتم بتضيفوها للبشاميل بتدّي له طعم مميز وجميل وبيعجب أول ما يبتدي يتقل معايا هاضيف بقى المنكهات بتاعتي، واحدة مرقة دجاج وهاحط كمان جبنة كريمي، ممكن مثلثات أو جبنة كريمي، الحاجات دي بتدّي طعم حلو. وهاضيف كمان شوية من الجبنة الموتزاريلا، لمّا باضيفها للبشاميل بتدّيني مَطّة حلوة أوي عن عكس لمّا باضيفها على الوش، جرّبوها وقولوا لي رأيكم، ويالّا روحي اعملي لايك للفيديو ده، شايفين القوام بتاعه جميل إزاي؟ ما شاء الله، هو كده لا يبقى تقيل وتخين ومكلكع ولا يبقى خفيف مَيّة، لإن أنا هاسيبه على جنب يبرد شوية وطبعًا لمّا باسيبه يبرد بيتقل عن الأول، خدوا بالكم من الخطوة دي. أنا هنا مجهزة بيضتين عليهم رشة ملح وفلفل أسمر، ضربتهم كويس جدًا واستنيت لمّا البشاميل هدا خالص وما عادش سخن وهاقلبهم عليه. لمّا باضيف البيض للبشاميل بالطريقة دي طعمه بيكون أحلى من إن أنتِ تضيفيه على الوش، على الوش بيبقى عامل زي البيض المقلي كده شوية، إنما بالطريقة دي هيخلّي طعم البشاميل غني وجميل جدًا وهيعجبِك. أنا بافضّل الطريقة دي، جرّبيها وقولي لي رأيِك، بس لازم البشاميل يكون بارد خالص، خدي بالِك. هنا اللحمة المفرومة بقت ممتازة معايا وما شاء الله استوت، شايفين ما فيش أي حاجة باينة خالص من الطماطم والفلفل، حاجات بسيطة جدًا، هناخد أحلى طعم من المكونات دي. يالّا بينا نجهّز الصينية بقى بتاعتنا. هاحط نُص الكمية بتاعة البشاميل على المكرونة وأقلّبها كويس أوي. هنا كل واحدة مكرونة هتكون شاربة البشاميل كويس خالص وهيبقى طعمها حلو جدًا، هاقلّبها كويس علشان البشاميل يوصل لكل مكان وكل مكروناية مكرونة. هابطّن الصينية بالبشاميل بشوية، هاخد شوية بس من البشاميل وافردهم كويس في الصينية علشان أعمل طبقة عازلة كده وتطلع معايا خُرَط شوية، وبعدين هانزل بنُص كمية المكرونة. حاولوا تضبطوا كمية المكرونة يبقى الطبق اللي في أرضية الصينية نفس الطبقة اللي على الوش عشان ما تبقاش طبقة تخينة وطبقة رقيقة، يعني حاولوا كده بقدر الإمكان تقسموهم بالنُص. وهاضيف طبقة كويسة من اللحمة المفرومة اللي إحنا عصّجناها، وافردها كده كويس علشان تكون كل الأماكن فيها لحمة مفرومة، ما يجيش اللي ياخد قطعة يلاقي ما فيش فيها لحمة. عملتِ لايك والّا لسه؟ روحي اعملي لايك يالّا على الفيديو، يالّا شجعيني، اللايك دوّة بيشجعني جدًا. وبعدين هاضيف الطبقة التانية من المكرونة وهافردها كويس. لازم تفرديها كويس خالص، يعني بقدر الإمكان ما يبقاش في عصّاج باين، غطّيها كويس وبعدين هاضيف آخر حاجة البشاميل، أنا باضيف كمية بشاميل كويسة، لو بتحبي المكرونة تبقى juicy اغرفيها وهي سخنة، لو بتحبيها قطع متماسكة كده على بعضها سيبيها تبرد ساعة قبل التقديم، هي كده جاهزة معايا باحطها في الفرن على درجة 180 مش بتاخد وقت لإن كل حاجة مستوية، وكده ما شاء الله جاهزة معانا، يالّا بينا على الوصفة التانية. صينية الكوسة بالصلصة، مش كل الناس بتحب الكوسة، بس لو عملتيها بالطريقة دي هتكون أساسية عندِك بعد كده، وصفة سهلة وبسيطة وهتكون أساسية عندِك كل أسبوع. عندي هنا كمية من الكوسة باشيل منها أي زيادات ما لهاش لازمة وبعدين بادّيها كحتة بسيطة كده بالسكينة، أنا مش باقشّرها يا جماعة، أنا بادّيها مجرّد كحتة بسيطة كده، خدوا بالكم علشان القشرة بيكون فيها فوايد كتير. هاخلّص الكمية كلّها وبعدين هاغسلها وهاصفّيها في مصفى. هي كده جاهزة معايا للتقطيع، مغسولة ومتصفية كويس، لمّا بيكون حجمها صغير باقطّعها دواير على قد حجمها بالضبط، إنما لو كبيرة زي اللي أنا جايباها دي باقسمها بالطول كده، وبعدين باقطّعها بالورب قطع يعني مش سميكة أوي ومش رفيّعة أوي، تكون السمك بتاعها معقول. أنا في العادي باقطّعها على إيدي، بس أنا باقطّعها على البلانشة علشان أورّيكم طريقة التقطيع بتاعتها. هاورّيكم واحدة وأنا باقطّعها على إيدي، بتتقطّع بكل سهولة، شايفين سمكها معقول، بلاش تبقى تخينة أوي أو رفيّعة أوي، حاولوا تضبطوا نفس التقطيعة علشان التسوية تبقى واحدة، وباحطها هنا في الصينية، وباكون مجهّزة معايا بصلة كبيرة مبشورة بشر ناعم، البصل بيدّي طعم حلو، إحنا بنعمل صينية كوسة في الفرن
ني في ني من غير لا تسبيك ولا تحمير بصلة ولا تقلية ولا أي حاجة خالص. دي أفضل طريقة ممكن تعمليها. قولولي في الكومنتات بتعملوها ازاي. وهضيف فلفل أسمر وشوية من الملح. خدوا بالكم الكوسة مش بتاخد ملح كتير علشان يعني بتبقى حادقة. لو كترتوا الملح من النوع اللي هي فيها تقريبا ملح فبتاخد ملح قليل. هاقلّب بقى البصل بالكوسة كويس خالص، وبعدين هاضيف معلقتين كبار من الصلصة. زي ما قُلت لكم قبل كده إن أنا الطماطم عندي مش لونها أحمر، فأنا باضيف معلقتين كبار من الصلصة علشان تضبط معايا اللون. ومعايا هنا طماطم معصورة ومتصفية كويس من البذر والقشر، باضيفها للصينية، وهاقلّب بقى كل المكونات دي كويس خالص علشان الطماطم والصلصة توصل لكل مكان. وهاضيف مكعب من مرقة الدجاج وهاضيف معلقة صغيرة من السمنة البلدي. طبعا احنا عاملينها ني في ني فلازم نضيف مادة دهنية. وهاضيف على الوش شوية من الزيت. الزيت بيخليها تلمع ويبقى شكلها حلو لما تتحمر في الفرن. هادخّلها الفرن تستوي خالص، ولمّا تنشف معايا والصلصة تتقل هاحمّرها في الشواية. هي كده خلصت. أنا كان عندي لحمة مسلوقة في الشوربة ضفتها ليها بعد أمّا استوت 3/4 سِوَى، وبعدين حمّرتها في الشواية وقدّمتها جنب رز بشعرية. قولوا لي أنتم بتحبوها جنب رز أبيض والّا بشعرية؟ يلا على الوصفة اللي بعد كده. بنحتار طول الوقت هنعمل أكل إيه وبنزهق من التكرار واللحوم. عاوزين أكلة اقتصادية حرشة كده ويكون فيها كل العناصر الغذائية. هي الكشري المصري أحلى من المحلات. أول حاجة العدس البني هنقعه شوية في مية دافية علشان يسهل معايا التسوية. الأفضل إن هو يتنقع من بالليل في مية عادية، إنما لو متأخرين زيي بيتنقع في مية سخنة. واسيبه واركنه على جنب ونروح نحضر البصل او ما يسمى بورد الكشري. في المحلات عندي بصلتين كبار قطعتهم رفيع خالص واديتهم رشة ملح علشان ينزلوا كل المية الزيادة ويقرمش معايا من غير اي اضافات. في اضافات بتخليه مقرمش بس في نفس الوقت بيبقى طعمه مغير، انما الطريقة دي هتخليه مقرمش وهيبقى طعمه جميل. ويلا بينا نحمره. طبعًا إحنا بنبتدي الأول بالبصل علشان هنستخدم الزيت في كل حاجة. هنجيب كمية من الزيت كويسة علشان البصل يتحمر فيها كويس ويبقى مقرمش. هافضل أقلب فيه لغاية ما ياخد معايا اللون البني الجميل اللي هو الغامق، مش فاتح أوي ومش غامق محروق. خدوا بالكم لأن البصل بعد لما يبرد بيغمق، فما تغمقيش لونه أوي علشان ما يمررش معاكِ. أنا كده هاطلعه واسيبه بقى يتصفى خالص من أي زيوت. شايفين مقرمش معايا وجميل ما شاء الله. هنستخدم نوعين من المكرونة، مكرونة صغيرة وسباكيتي. أنا بقطعها على 3 علشان تكون سهلة معايا في الاستخدام، لأن طبعا الكشري احنا هناكله بالمعلقة مش هناكله بالشوكة، فلازم أقطع المكرونة الاسباجيتي على 3 علشان تكون سهلة معايا في الأكل. حلة على النار فيها مَيّة بتغلي ومعلقة من الملح وشوية زيت صغيرين. ما تخافيش الزيت مش هيعمل حاجة. بابتدي بالمكرونة الصغيرة وتاخد دقيقة كده وبعدين بانزل بالمكرونة الإسباجيتي، لإن المكرونة الصغيرة بتاخد سِوَى عن المكرونة الإسباجيتي. هاضيف هنا المكرونة الإسباجيتي كلها وبعدين هاقلبهم كويس مع بعض. هنا المكرونة اللي أنا مستخدماها نوعها بياخد وقت شوية. خدوا بالكم هو بيبقى مكتوب على الكيس المكرونة بتاخد سِوَى قد إيه. بلاش تزودي التسوية بتاعة المكرونة علشان ما تعجنش منكم، يعني تسويها بنسبة 90% علشان تكون مستوية وفي نفس الوقت ماسكة نفسها. كل كيس من أكياس المكرونة بيكون مكتوب عليه بتاخد وقت تسوية قد إيه، أو هي بالنظر كده. بس أنا بعد ما بسويها باصفّيها وباغسلها كويس من النشا الزيادة بتاعتها. في ناس كتير بتستغرب إزاي إن أنا باغسل المكرونة. أيوه باغسلها يا جماعة وبتبقى حلوة. شايفين مستوية وفي نفس الوقت ماسكة نفسها وجاهزة. يلا بينا بقى نجهّز العدس بتاعنا. العدس متصفّي ومغسول والرز برضه متصفّي ومغسول. أنا هنا هادّي العدس الأول غلوة واحدة. أنا باعمل الخطوة دي دايمًا علشان أطمن إن العدس معايا مستوي، لإن الرز بيستوي أسرع من العدس. فالخطوة دي بتطمنِك إن العدس يبقى مستوي. وبعدين هانزل بالرز عليه وأقلّبه كويس وأحط رشة كمون وشوية ملح وبس كده. وهاسيبه بقى يستوى معايا ويتشرب كويس ويبقى إيه زي الفل.
خلاص شايفين ما شاء الله لونه جميل، وده لون المَيّة بتاعته هو بيبقى لونه بني كده. أول ما يستوى معايا باخد شوية من زيت البصل اللي إحنا حمّرناه وأضيفه على وش الكشري، بيدّي له لمعة حلوة أوي وجميلة والطعم بتاعه بيكون جميل. هنجهّز توم مفروم وطماطم مضروبة متصفية وربع كوباية من الخل وصلصة جاهزة. حلة بقى على النار وهاجهّز فيها المكونات دي. شوية زيت هيسخنوا معايا، بعدين هاضيف التوم، هاحمّر التوم كويس ياخد لون دهبي فاتح مش يحمر يبقى غامق، ياخد لون دهبي فاتح، وهانزل بشوية من الفلفل الأسمر، وهاحط بقى كوباية اللي هي ربع كوباية من الخل. الريحة تطلع كده وتهفّف معايا، هاضيف الطماطم والصلصة، وبس كده هاسيبها بقى تتسبِّك براحتها على جنب، ونروح نجهّز الدقة بتاعتنا. معايا 5 فصوص من التوم المفرومين، ومعلقة كبيرة كمون، وملح وشطة، ونُص كوباية من الخل، ومَيّة. كل المكونات دي باحطها على بعضها، وباقلّبها كويس جدًا على البارد، وبعد أمّا أقلّبها كده باحطها على البوتاجاز تاخد غلوة واحدة، يا دوب تغلي معايا، وخدوا بالكم لإن الخليط ده بيفور، أول ما ريحتها تطلع باطفّي البوتاجاز، وطبعًا ما تنسوش تعصروا نُص الليمونة، بس كده ومعايا أحلى الشطة بقى شوية زيت من زيت البصل اللي إحنا مستخدمينه، هانزل بمعلقتين وسط من الشطة يتحمّروا كويس وريحتهم تبقى صعبة كده وتطلع، هاجيب بقى شوية من الصلصة وأنزل بيهم على الشطة دي، خدوا بالكم الناس اللي مش بتحب الحاجات الحامية، الشطة دي بتبقى صعبة أوي وبتبقى حامية جدًا، خدوا بالكم لمّا الشطة بتتحمّص كويس باطفّي بقى التحميصة دي بشوية من الصلصة اللي إحنا جهّزناها، وكده خلاص الشطة بتاعتنا جاهزة. كده إحنا خلّصنا كل المكونات وكل حاجة بقت جاهزة، الكشري جميل ومفلفل ومستوي وإزاي البصل مقرمش والمكرونة والصلصة والدقة، يالّا بينا بقى نجهّز طبق جميل ونغرفه بشكل حلو. ده شكل الطبق النهائي يستاهل المجهود والتعب، هاستنى رأيكم يالّا في الكومنتات وبينا على الوصفة اللي بعدها. ملك الأكلات وهو الحواوشي كلنا بنكون عايزين نغيّر زهقنا من الرز والمكرونات أو أي صلصة خالص، فبنلجأ للمنقذ السريع وهو الحواوشي، هنعمله مع بعض من أول العجين في البيت. هنجهز الحشو، معايا كيلو من اللحمة المفرومة فيها نسبة من الدهن، ويا سلام بقى لو معاكي حتة ليا هتودي الطعم في حتة تانية، ومعايا 3 بصلات كبار مفرومين فرم ناعم. البصل بيدي طعم حلو قوي للحمة، علشان كده أنا بحب أكتره. ومعايا واحدة فلفل أخضر بارد، وواحدة فلفل أخضر حامي، وطماطم. الحاجات دي مقطعاها مكعبات صغيرة خالص، بتدّي طعم حلو ومش بتنزّل مَيّة ولا أي حاجة. التوابل اللي أنا مستخدماها ملح وفلفل أسمر وبهار لحمة وبابريكا، والسر هنا اللي بيدّي طعم مميز هي معلقة كبيرة من الطحينة. أيوه ما تستغربوش، الطحينة بتدّي طعم تحفة للحواوشي. هنقلّب المكونات دي مع بعضها، هنعجن كويس أوي بالإيد علشان نضمن إن التوابل وصلت لكل مكان، وبعدين هاركنها على جنب ساعتين في التلاجة تشرب التتبيلة كويس، ويلا بينا نجهز العجينة بتاعتنا. المقادير بتاعتي عبارة عن كيلو من الدقيق وأربع معالق لبن بودرة ومعلقتين بيكنج باودر ورشة ملح ومية للعجن، بس مية عادية فترة من الحنفية. أنا هنا استخدمت كوبايتين ونص من المية، ولكن خدي بالك كل نوع دقيق ليه مَيّة معيّنة، في نوع بيحتاج مَيّة كتير وفي نوع مش بيحتاج مَيّة كتير. إحنا بنضيف المَيّة بالتدريج للعجن واحدة واحدة، يعني نعجن شوية محتاجة نزوّد مَيّة لغاية ما نوصل للقوام وتلِم معانا. أول ما ألاقي العجينة ابتدت تلم معايا هانزل بمعلقتين كبار من الزيت وهعجنها عجنتين، وهغطيها واسيبها ترتاح ساعة. لازم نريح العجين علشان يبقى فيه مطة حلوة كده معانا ويخمر شوية. وبعدين هجيب بقى العجين بعد ما خمر وارتاح، هيكون شكله كده ما شاء الله ارتفع معايا وحجمه اتضاعف كده جاهز معايا للتقطيع. أنا هقطع العجين لكور، شوفي هتعملي حجم الرغيف قد إيه وقطّعي بناءً عليه. أنا هاعمل 2 فوق بعض، وبرضه هاعمل واحد يكون نُصّين هاطبّقه على بعضه، بس أهم حاجة تسيبي بعد ما تقطّعي العجين تسيبيه يرتاح كويس.
بعد العجين مرتاح هاخد كورة وافردها كده على شكل دايرة وهافردها كمان بالنشابة. أنا عشان هنعمل طبقتين فوق بعض لازم يكونوا الطبقة الواحدة رقيقة علشان ما يبقاش تخين، أنا مش باحبه تخين، فهافرده جامد علشان يكونوا طبقتين رقيقين والرغيف بتاعي يبقى مقرمش. وبعدين هاجيب شوكة وهاشكشكه كده بالشوكة علشان لما ييجي يستوى في الفرن ما يقبش معايا ويعلى ويرتفع، أنا باحب أعمله كده. لو انتِ بتحبي الرغيف يكون تخين شوية أو سميك ما تعمليش الخطوة بتاعة الشوكة دي. وهاخد قطعة من اللحمة وافردها على الرغيف بتاعي، أنا هافردها كويس يعني ما تبقاش سميكة أوي علشان اللحمة تستوى معانا كويس. لإن إحنا بنسوي الحواوشي على درجة حرارة عالية، فبلاش تكتروا اللحمة زيادة عن اللزوم علشان ما تستواش من برّه ولكن من جوّه تبقى لسه نيّة. وبعدين هاخد الجزء التاني اللي إحنا فردناه، شايفين سمكه رقيق إزاي، أنا باوريكم، وهاغطي بيه اللحمة بتاعتي، وهاشده كده واغطي بيه اللحمة بتاعتي وهابطط الطرف، هاضغط بصوابعي على الطروف كويس أوي واقفلها قبل ما اتنيها أو أضفّرها. لازم تعملي الخطوة دي لإن الحواوشي لمّا بتحطيه في الفرن بيعلى كده وينتفخ، فلو مش مقفول كويس هيتفتح معاكِ وهتخرج الحشوة منه، فلازم تعملي الخطوة دي. وبعدين باضفّره كده بإيدي علشان أقفله كمان زيادة تأكيد، ولو في حاجة طلعت مني باشيلها، لو في حاجة من الحشوة طلعت باشيلها، بالفه داير ما يدور وهيكون شكله كده. وبعدين باجيب الشوكة وباشكشكه تاني وبادوس على الطروف بالشوكة علشان أضمن إن هي ما تتفتحش معايا خلاص. وهنا هو جاهز معايا إن هو يدخل هاجيب الصاجة أو الصينية اللي هاستعملها وهادهنها بشوية من الزيت، يكونوا شوية كمية كويسة علشان الرغيف بتاعي ما يتحرقش وما يلزقش في الصاجة. وطبعًا كمية الزيت اللي أنتِ بتضيفيها هي اللي بتحدد إذا كان هيكون مقرمش والّا طري، لمّا بتزوّدي كمية الزيت بيكون مقرمش معاكِ وجميل، بيدخل الفرن بياخد حوالي نُص ساعة وبيكون خلاص استوى، يحمر من تحت بتقلبيه على الناحية التانية، ما شاء الله جميل جدًا. لو جربتِ تعملي مرّة بالعجين عمرِك ما هتعمليه في العيش الجاهز تاني أبدًا، مقرمش من برّه وطري وحلو جدًا من جوّه. وكمان أحلى من الجاهز وأحلى من المحلات، ويكفي إن أنتِ ضامنة أنتِ عاملاه إزاي. خلصنا وصفتنا يلا بينا على الوصفة اللي بعد كده. القرنبيط من الأكلات الاقتصادية الجميلة اللي كل الناس بتحبها، واحنا في الشتا فالموسم بتاعه دلوقتي. معايا هنا واحدة من القرنبيط حجمها متوسط، بشيل منها الجزء الأخضر ده بالسكينة كده داير ما يدور لغاية ما اطلع الجزء اللي في النص، واشيل الورق اللي ملوش لازمة علشان اعرف اكن فيه الوردات وافكها من بعضها في المقاس اللي انا عاوزاه. هي الجزء ده مسافة ما بيتشال خلاص الوردات بتتفك معايا بكل سهولة. طبعا بتتقطعي الوردات بتاعتك وبتفككيها بالحجم اللي انت عايزاه، عايزاها كبيرة او عايزاها صغيرة براحتك. بس اهم حاجة الفروع دي تقشريها كده لان بيكون فيها جزء كده عامل زي القشرة، قشريها بالسكينة واي حاجة وحشة شيليها بالسكينة. أنا هنا فككت الوردات بتاعتي وبقسمها المقاس اللي أنا عاوزاه، دي كانت كبيرة شوية قسمتها نصين بالسكينة وبعدين بشطفها شطفة كويسة تحت الحنفية بالمية، وهجهز ليها المية بتاعة السلق. معايا هنا حلة فيها مية مش سخنة قوي يعني حاجة بسيطة لسه، وبنزل بمعلقة كبيرة من الكمون، أنا باسلقه بمَيّة في كمون وهارُش شوية ملح وبس كده. هانزل بقى بالوردات وردة، وردة، وأكون حاطة الفرع اللي هو السميك بتاعها ده لتحت، لإن هو ده اللي بياخد وقت في التسوية، إنما الورد من فوق مش بياخد خالص وقت في التسوية. هاعرف إزاي إنه اتسلق معايا؟ هامسك واحدة والاقيها الفرع بتاعها ده بقى طري، أنا مش باسلقه أوي لإن طبعًا لسه في مرحلة التحمير، فما ينفعش نسلقه أوي علشان ما يتهريش مننا ويتفكك في الزيت. هو خلاص اتسلق معايا، هاجيب مصفى كده واشيله من المية واسيبه يبرد على جنب خالص، لازم اسيبه يبرد كويس خالص على جنب قبل مرحلة التحمير. يعني انا هشيله وهصفيه كويس بالمصفى واحطه في صينية او في طبق وهسيبه بقى يبرد براحته. ما شاء الله مستوي وفي نفس الوقت متماسك. في جزء انا بحمره بسلقه بزيادة علشان بعمله بطريقة مختلفة.
نيجي بقى للتتبيلة الروعة المميزة. أنا حجم القرنبيطة بتاعتي مش كبير، عندي 2 بيضة وكوباية ونص من الكزبرة الخضراء وملح وفلفل أسمر وحوالي نص كوباية من اللبن وكوباية من الدقيق ومعلقتين كبار من النشا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هاخد المكونات دي كلها وهفضل أقلب فيها كويس جدا لغاية القوام بتاعها ما يبقى معايا سايل، يعني يبقى عامل زي الطحينة كده، لا هو سايل تخين قوي ولا تقيل أوي ولا هو سايل خفيف مَيّة، القوام بتاعه يبقى حلو. هاضيف المكونات واحدة واحدة وأقلّب، وهافضل أضيف الدقيق شوية بشوية وأقلّب لغاية ما أضبط القوام. لو لقيته تقل مني شوية والدقيق مكلكع هازوّد شوية مَيّة ما فيش مشكلة، إنما مش هاحط أي سوايل تانية غير لمّا أشوف القوام. هو المقادير اللي أنا قايلة لكم عليها دي هتبقى مضبوطة بإذن الله وهيبقى كويس. وأنا باحب أضيف الكزبرة الخضرا علشان بتدّي له طعم حلو جدًا عن التوابل اللي هي الناشفة دي، الكزبرة الخضرا بتبقى كويسة. وهاقلّب بقى المكونات كده وخلاص هاجيب القرنبيط وهانزل بيه واحدة واحدة. شوية بشوية كده، هانزل واحدة بواحدة أو بعدد قليل. أنا مش باحب أكتّر علشان الواحدة تبقى يعني شاربة من الخليط ده كويس جدًا. وعندي بقى زيت سخن، النار بتاعته تكون وسط، يعني ما يبقاش عالي أوي علشان ما يتحرقش معايا. هانزل بزهرات القرنبيط تكون متغطّسة كويس جدًا في التتبيلة الخطيرة دي، وأول ما أنزل بيهم هاهدّي النار زي ما اتفقنا، زيت سخن كويس. أول ما أنزل بوحدات القرنبيط واحدة واحدة هاخلّي النار وسط. ما شاء الله تبارك الله، ما بياخدش وقت خالص وبياخد لون. أنا باهدّي النار بس شوية علشان ما يتحرقش منّي ولونه يبقى غامق. طبعًا أنتِ بتحمّريه التحميرة اللي أنتِ عايزاها واللون اللي أنتِ تحبيه، ما تقلّبيهوش خالص غير لمّا تلاقيه أخد لون من تحت، لمّا تلاقيه اتحمّر تقلبيه. كتر التقليب بيخلّي القرنبيط يفُك منّه. أنا كده ما شاء الله أخد اللون الجميل الدهبي اللي أنا عايزاه. القرنبيط من الأكلات الحلوة الاقتصادية اللي ليها وصفات كتير جدًا، ممكن تاكليه كده في ساندوتشات وممكن كمان تعمليه بالصلصة، ليه وصفات كتيرة. قولوا لي في الكومنتات بتعملوه بأنهي طريقة وبتاكلوه إزاي. ويالّا روحي اعملي لايك للفيديو ده ما تنسيش واكتبي لي رأيِك. يالّا بينا على الوصفة اللي بعد كده. الشاورما من الأكلات الجميلة اللي كلنا بنحبها وبنزهق من الأكل في البيت وبنكون عاوزين نجيب أكل من برّه. بس لأ، ما تجيبيش أكل من برّه، إحنا هنعمل الأكلة كاملة، شاورما وخيار مخلل وكمان التومية. يالّا بينا نبتدي ونشوف هنعمل إيه. أول حاجة هنبتدي بيها هي الخيار معايا كمية مش كبيرة من الخيار. أفضل نوع خيار تعمليه الخيار اللي هو بيبقى طويل ورفيع، ده ما بياخدش معاكِ وقت وبيتسلق بسرعة. باغسله كويس وباشيل منه الزيادات اللي ما لهاش لازمة وباحطه في علبة إزاز أو برطمان اللي يريحك. أنا باقسمه هنا نصين. هو الطريقة دي هتاكليه بعد ساعتين بالضبط. ومعايا بقى معلقتين كبار من الملح ومعلقة صغيرة معلقة كبيرة من السكر علشان السكر بيحافظ على القرمشة بتاعته، ومعلقة صغيرة من الشطة وربع كوباية من الخل و5 فصوص توم ومَيّة مغلية. كل الحاجات دي هاضيفها وهاحط المَيّة المغلية آخر حاجة وهاقلّبه تقليبة كويس كده وبس، وهاغطّيه بقى واسيبه. هتاكليه بعد ساعتين بإذن الله. أحلى وأجمل خيار مخلل، أسرع خيار مخلل هتعمليه. يالّا نتبّل الشاورما. المقادير الموجودة دي لكيلو من البانيه المتقطّع شرايح رفيّعة وطويلة، كوباية من الزبادي، كوباية تكون كبيرة، لو الكوبايات عندِك صغيّرة اعملي كوبايتين. وهاحط معلقتين كبار من الكاتشب. الكاتشب بيدّي طعم مسكّر كده وبيدّي لون حلو. باحب أضيف ومعلقة كبيرة ونُص من دبس الرمان. دبس الرمان برضه من الحاجات الجميلة اللي بتدّي طعم حلو أوي للتتبيلات اللي هي فيها فراخ. ومعايا ربع كوباية من الزيت، أي زيت نباتي تحبيه، لو محتاجة تستخدمي زيت زيتون ما فيش مشكلة. ومعلقتين كبار من الخل. وآخر حاجة هاحطها معلقة كبيرة ونُص من الصويا صوص. الصويا صوص اللي أنا مستخدماه هنا
اللي هو المُركّز، هو بيكون تقيل كده عامل زي العسل الأسود. التوابل بقى اللي إحنا مستعملينها، ملح وفلفل أسمر وزعتر مجفّف وبودرة توم وبودرة بصل وبودرة جنزبيل وبابريكا وشطة حسب الرغبة، يعني لو مش بتحبي الشطة ما تستخدميهاش، وتوابل فراخ. باقلّب التتبيلة دي كويس خالص، وأخلّيها بقى كلّها الزبادي يسيح فيها، وبعدين أضيف بقى التوابل ورق لورا ومكعب مرقة، وبس كده. هاقلّب كل المكونات دي كويس خالص، وهاتبّل فيها الفراخ. أنا مستخدمة كيلو من الصدور المتقطعة شرايح طويلة كده ورفيّعة. هاقلّب بقى الفراخ كويس أوي في التتبيلة، ولازم أسيبها مش أقل من ساعتين. طبعًا لا يعني الأحسن إن أنتِ تسيبيها على بيات من بالليل، ده بيبقى النتيجة بتاعتها أفضل. أنا باعمل كده، باتبّل الشاورما وباعينها في التلاجة من بالليل وباستخدمها تاني يوم الصبح. أنا كنت نسيت أضيف التوم، فهنا ضِفت التوم. التوم بيدّي نكهة حلوة أوي وبيدّي طعم جميل. هاغطّيها بقى بستريتش وهاسيبها تتّبل براحتها كويس لغاية ما آجي أستعملها بقى. هنعمل بقى التومية اللذيذة، لازم نعمل يا جماعة الأكلة كاملة، ما ينفعش نعمل الأكلة من غير ما تكون جاهزة. هاجيب حلة وهاحط كوبايتين من المَيّة وكوباية من النشا ومعلقة من التوم المفروم، معلقتين كده يكونوا من التوم المفروم، حوالي 4 فصوص توم كبار، وعصير ليمونة ورشة ملح والزيت. الزيت بقى مش هاستخدمه دلوقتي خالص ولا حاجة، أنا يا دوب أول حاجة هاضيف المَيّة والنشا مع بعض وهارفعهم على النار، هاقلّبهم الأول كويس يدوبوا معايا وبعدين هارفعهم على النار. هافضل أقلّب فيهم كويس معايا خالص، مش هابطّل تقليب طول ما هُم على النار، لغاية ما تتقل معايا. كده لسه ما اتعملتش، لمّا يكون لونها شفاف. أول ما ألاقي لونها بقى شفاف بالشكل كده، يبقى هي خلاص استوت معايا وجاهزة. هاسيبها بقى تبرد على جنب، لازم تبرد كويس يعني تبقى دافية، ما تبقاش ساقعة وما تبقاش دافية. وهاضربها في الكبة كويس علشان أنعّمها معايا. وضفت هنا الملح والليمون والتوم، وهانزل بقى بالزيت سرسوب. طبعًا أنا مستخدمة في الكبة، فهانزل بالزيت شوية بشوية. أنتِ لو بتضربيها في الخلاط هتنزلي بالزيت سرسوب كده من فوق، طول ما هي بتضربيها. علشان تضبط معاكِ القوام. لو لقيتيها تقيلة معاكِ شوية هتضيفي شوية من المَيّة، هتفضلي تضبطي فيها وتضربي كده فيها لغاية ما تضبطي القوام بتاعها، هيكون بالشكل ده. ما شاء الله قوامها كريمي وطرية ويعني حلوة جدًا، وطعمها مش قادرة أقول لكم كأنِك جايباها من محلات الشاورما السوري. يالّا جربيها وقولي لي رأيِك. يالّا بينا بقى نسوي الشاورما بتاعتنا. طاسة بقى سخنة هاسخّن فيها شوية من الزيت وهانزل بنُص كمية الشاورما، مش هانزل بالكمية كلّها. ممكن تحمّريها في الزيت زي ما أنا عملتها، وممكن تشويها في الفرن، تحطّيها برضه في صينية تكون مفرودة. أهم حاجة ما تكونش كلّها على بعضها علشان ما تنزّلش مَيّة وتبقى عاملة زي إيه، المسلوقة كده. إحنا عايزين طعمها وشكلها يكون زي الشاورما السوري الحلوة اللي إحنا بنجيبها برّه. هاسيبها كده مش هاقلّبها خالص لغاية ما تشرب السوايل بتاعتها وتنزّل السوايل وشكلها يتغيّر. هابتدي بعد كده أقلّب فيها، وبرضه هاسيبها يعني مش هاغرفها بقى غير لمّا تاخد السوايل بتاعتها دي تتشرّبها وما يبقاش فيها أي سوايل. وطبعًا هاحطها في الفرن تحت الشواية تاخد لون كده وتاخد قرمشة وتاخد اللون اللي هو البني الجميل، التحميرة دي اللي كأنها متحمرة في الشواية برّه الشاورما السوري. لو أنتِ مش حابة مش مشكلة، بس هي الطريقة دي بتدّيها طعم حلو أوي. ويا سلام بقى لو أنتِ حابة تولّعي لها فحمة بتدّي طعم جميل. أنا هنا حمّرتها، هي مش واضحة أوي في الكاميرا بس هي خدت لسعة خفيفة كده. هنعملها بقى ساندوتشات. معايا هنا عيش التورتية، أنا باحب أستخدمه وممكن تعملوا كمان تستخدموا اللي هو عيش الشاورما أو العيش بتاع الكريبات، كله بيبقى طعمه حلو. أحط كمية من الشاورما وكمية من البطاطس المحمرة وكام واحدة من الخيار المخلل، لازم نعمل الساندوتش زي ما بيجي من برّه بالضبط، علشان نقنع أولادنا إن الأكل ده جاي من برّه.
والله طعمه أحلى من برّه كمان، جرّبي وقولي لي رأيِك في الكومنتات، ويالّا روحي اعملي لايك وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعّلي الجرس علشان يوصلِك كل الفيديوهات الجديدة. أنا مش باحب أضيف جوّه الساندوتش أي صوصات علشان الساندوتش يبقى معايا مقرمش كده ويبقى حلو. لو أنتِ بتحبي ضيفي، بس الأحسن ما تضيفيش، تخلّي الصوصات على جنب برّه وقت الأكل، وهالِفّه بالطريقة دي، وهاروح بقى على الجريلة تكون سخنة، هاضيف ليها مادة دهنية شوية زيت كده وألسعه وأدّي له العلامات الجميلة دي، وبس كده إحنا خلّصنا الشاورما. وعملت هنا أحلى بوكس شاورما ممكن تدوقوه. شوفوا لو بتجيبوا الطبق ده من برّه هيتكلف كام، قولوا لي عندكم تمن الطبق ده بيكون كام، وكده خلّصنا وصفتنا ويالّا بينا على آخر وصفة، ونختم وصفاتنا بوصفة مسكّرة وحلوة، وهي من الوصفات الرمضانية الجميلة جدًا، وهي الكنافة بالكريمة، وإحنا خلاص داخلين على رمضان، أساسيات رمضان هي الكنافة بالكريمة. يلا نشوف بتتعمل ازاي. اول حاجة هبتدي بيها هي الشربات. شربات الكنافة لازم يكون تقيل وبارد. كوبايتين من السكر عليهم كوباية من المية. هدوب السكر الاول كويس بنسبة 80% قبل ما ارفعه على النار، وبعدين هضيف ليه نص ليمونة وهسيبه بقى على النار يغلي براحته ويتقل. اول ما الاقيه بيغلي شوية كده هاضيف رشة من الفانيليا. أنا باحب أضيف الفانيليا البودر للشربات، بتدّي ريحة جميلة وبتدّي طعم حلو، وهاسيبه يغلي حوالي من 5 ل10 دقايق ويتقل معايا، وبعدين هافضّيه واسيبه بقى يبرد براحته. يالّا بينا نجهّز الكنافة. معايا هنا نُص كيلو من الكنافة الجاهزة. الناس اللي مسافرة برّه زي حالاتي كده، النوع ده كأنِّك جايباه من مصر بالضبط. النوع ده جميل جدًا والكنافة نفسها رفيّعة مش سميكة. باكون ضاربة طحنة ليهم معلقتين كبار من السكر البودر أو 3 معالق، وباقلّب السكر كويس أوي في الكنافة. الكنافة باكون مقطّعاها بإيدي، أنا باجمّدها في الفريزر وبافرُمها كده في الكبة فرم ناعم، وممكن تقطّعيها بإيدِك تقطيع صغير. اختاري الطريقة اللي أنتِ تحبيها. الكنافة يعني سمنة، سمنة بلدي أو سمنة يعني مخلوطة مش مشكلة، شوفي اللي أنتِ تحبيه. أنا معايا هنا كوباية إلا ربع من السمنة السايحة، كان في حتّة صغيّرة كده ما ساحتش ما أخدتش بالي منها، بس هي كانت طرية. هافضل أقلّب الكنافة في السمنة كويس جدًا بإيدي، لغاية ما الكنافة يبقى لونها كلّها دهبي. ده الطريقة بتاعة التقليب دي، وإن أنتِ تفركي الكنافة بالسمنة، هي دي اللي هيخلّي في الآخر لونها معاكِ دهبي، ويبقى لونها موحّد. هنجهّز الكريمة. معايا 3 كوبايات من اللبن، وممكن تقلّلي الكمية شوية تخلّيهم كوبايتين ونُص. أنا باحبها تكون زيادة بشوية. هانزل عليهم ب3 معالق كبار من النشا. هاقلّب على البارد قبل ما ارفعه على النار. هادوّب النشا كويس وبعدين هارفعه على النار. طول ما هو على النار بافضل أقلّب فيه، ما ينفعش أسيبه لغاية ما يتقل معايا. هاسيبه كده يتقل ويغلي معايا وبعدين هاطفّي عليه النار. هنا بقى الصينية بتاعتي مقاس 28. هادهنها كويس أوي بالسمنة، لازم أدهنها وأبطّنها كويس بالسمنة علشان يساعدني إن هي تتقلب معايا كويس. ما ينفعش أعتمد على المادة الدهنية اللي موجودة في الكنافة نفسها، لازم أبطّن الصينية كويس. وهانزل بقى بنُص كمية الكنافة، هاوزّعها كويس أوي. إحنا بنحط في الكنافة اللي بالكريمة الكمية اللي في الصينية الأول أكتر من الكمية اللي بنغطي بيها الكريمة، يعني هنحط مثلًا ال3/4 أو ال3/4 إلا حاجة بسيطة في أرضية الصينية، وبقية الربع على الوش. هاضغط عليها كويس جدًا، وبعدين ممكن أجيب مثلًا صينية أصغر وأضغط عليها تاني علشان أخلّي الكنافة تتفرد معايا كويس، وما يبقاش فيها أي حاجة منكوشة كده، يعني تبقى متساوية. وهاعمل لها حافية بسيطة من الجنب علشان أكون ضامنة إن الكريمة ما تطلعش مني برّه. دي من الحاجات اللي بتخلّي الكريمة ما تطلعش منّي برّه. طبعًا أنا سِبت الكريمة تهدى شوية على جنب، بس ما تبردش علشان ما تعملش قشرة، يعني هي بتكون لسه سخنة معايا. شايفين بتطلّع بخار لسه وتحسّوها سايحة كده.
أنا هاضيفها بقى هنا في النُص، هاشوف هاحتاج قد إيه، ما تنزلوش بيها كلّها مرّة واحدة، شوفوا وضبّطوا هي محتاجة قد إيه، وهافردها وهاسيبها يعني هابعد عن الطروف، وبعدين هاسيبها حوالي 5 دقايق بالضبط لمّا تبطّل تطلّع بخار معايا. لمّا تبطّل تطلّع بخار معايا، أنا هابتدي بقى أضيف الطبقة التانية من الكنافة، بلاش تضيفوا الطبقة التانية من الكنافة وهي سخنة، علشان ما تجريش معاكم وتوصل للحرف، لازم تهدى كويس جدًا. الكريمة من الحاجات اللي بتدّي طعم حلو أوي للكنافة، وإحنا كلّنا بنحب الكنافة الجاهزة من برّه المحشية كريمة، أغطّي الكريمة كويس، هافضل أوزّع كده وأغطّيها كويس، خدوا بالكم بلاش الكريمة تطلع على الحرف، على الأطراف، علشان ما تتحرقش، لإن الكريمة لو وصلت للأطراف هتتحرق للأسف وهتخلّي الصينية تلزق. فيعني إيه خدوا بالكم، أنا هاضغط عليها ضغطة بسيطة، أنا مش باضغط عشان الكريمة ما تطلعش، أنا بس يا دوب باساوي الوش، بالراحة كده هتساووا الوش علشان يبقى شكلها مقبول وشكلها كويس، إحنا كده هنقلبها، بادخّلها على فرن 180 تحمر من تحت، باشغّل لها الشواية، ما شاء الله بالشكل ده، شايفين؟ شكلها جميل واحمرّت وبقت لونها حلو. أنا مش هاحط لها الشربات دلوقتي، إحنا بقى هنقلبها، وجات المرحلة اللي كلنا بنخاف منها، بس إن شاء الله لو عملتِ الطريقة دي هتتقلب معاكِ بكل سهولة، وما تخافيش خالص مش هتكون لازقة ولا أي حاجة. هاجيب طبق أكبر من الصينية وأغطيها بيها وابتدي أقلبها، وجاءت اللحظة الحاسمة. ما شاء الله اتقلبت معانا بكل سهولة، وشايفين الصينية نضيفة جدًا علشان إحنا ضايفين ومبطنين الصينية في السمنة كويس، وهاضيف ليها الشربات بتاعها وهاسيبها بقى تهدى وتبرد خالص لغاية قبل ما أقطعها. أنا طبعًا ما باستناش عليها، باحبها وهي دافية كده شوية، أول ما تشرب الشربات باقطعها على طول. ما شاء الله شربت الشربات معانا وبقت جميلة وطرية وجاهزة للتقديم. هاضيف ليها وازينها شوية من الفستق المجروش بيدي شكل حلو وطعمه كمان بيكون جميل. احنا كده خلصنا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وهستنى رأيكم في الكومنتات. ولو حابين ان انا اعمل وصفة او اكلة معينة اكتبولي في الكومنتات وانا اعملها، وقولولي ايه رأيكم في الاكلات اللي احنا عملناها النهاردة، إيه الحاجات اللي بتعملوها زيي، وإيه التكات والتركات اللي انتوا بتعملوها بتديها طعم مميز. وما تنسوش تشجعوني باللايك. أشوفكم على خير، مع السلامة.